السنة وكتب السنة متفقين. عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم، ماتت تزوجها يا هو من بعد عمر ابن عمها يا هو ابن عمها محمد ابن جعفر بن أبي طالب، من بعد محمد بن جعفر بن أبي طالب يا تزوج أخو محمد اللي هو عون. أخوان محمد وعون الأخوان ماتوا اثنيناتهم في معركة توستر في بلاد فارس، معناته شوشتر، في أي سنة؟ 17 هجرية. وعمر بن الخطاب توفى وراهم بيا سنة مات عمر بن الخطاب؟ 23 هجري، يعني خلافة عمر 10 سنوات، من 13 هجري إلى 23 هجري. شلون ماتوا قبل عمر بن الخطاب وتاريخ السنة يقول تزوجوا أم كلثوم بعد عمر؟ تعالوا وين التاريخ وين الدليل؟ هذا الدليل. شنو الدليل؟ محمد وأخوه ماتوا في معركة تستر، وقال بن حجر واستشهد عون بن جعفر وأخوه محمد بن جعفر بتستر ولا عقب له، وقال ابن الأثير واستشهد عون بن جعفر وأخوه محمد بن جعفر بتستر ولا عقب له. هؤلاء كتب أهل السنة. تستر يمتى حدثت؟ كل الناس متفقة 17 هجري. أما السنة اللي توفى فيها عمر بن الخطاب حتى نكشف زيف هؤلاء، تعالوا معنا. عمر بن الخطاب هو أحد صحابة النبي وثاني الخلفاء الثلاثة بعد الرسول، أسلم في مكة وتولى الخلافة 13 هجري إلى 23 هجري بوصية مباشرة من أبي بكر، وطالت فترة حكمه 10 سنوات. قتل في عام 23 هجري. الفرار والفرار لا وهابية، مو لهالدرجة واصل بكم التدليس والكذب. انتم قلتوا عمر بن الخطاب متزوج ام كلثوم، قلنا لكم نمشي يا وش عندكم بعد؟ قلتوا بعد عمر بن الخطاب تزوج ابن عمه محمد ابن جعفر، وبعد محمد قلتوا تزوج ام كلثوم عون اخو محمد، يعني اثنيناتهم متزوجين ام كلثوم مرة عمر بن الخطاب. راجعنا التاريخ لقيناهم ميتين قبل عمر بن الخطاب 17 هجري بمعركة توستر، ولقينا عمر بن الخطاب ميت 23 هجري. يلا ردوها يا عمرية، وجج يا تاريخ، ردوها يا أبناء عائشة، ما هكذا التدليس، ما هكذا تورد الإبل يا أبناء الرضاع الكبير، ردوها. شنو هذا الافتراء والكذب؟ هذا أكبر دليل على أن العمرية يدلسون في الأحاديث ويفترونه. شوف الربط التاريخي هنا يبين زيف العمرية. هاي الأولى القنبلة اللي طيتها لأبناء عائشة. أما القنبلة الثانية لمقلدين الصرخي. مقلدين الصرخي نفوا المحسن. هذا شنو الدليل؟ قالوا لأن العلامة المفيد نفى ذلك، وهو عالم كبير من علماء الشيعة، وحسب ما يدل تصريحات. هذا الشيخ المفيد المحسن موجود؟ لا. ذكر المحسن الشيخ المفيد؟ لا. علي بن أبي طالب إيش قد خلف؟ إذن المفيد مهم عند مقلدين الصرخي. شفتوا شو المهم؟ قبل أن أخوض في قضية المصاهرة وقضية المصاهرة، إذن كل أقوال المفيد هي حجة عند الصرخية، والصرخية